السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية أقول لكم النهاردة ليه سميت اسم الحنفية اللي احنا بنستعملها ديت، اللي هي من الحنفية اللي بتبقى في الحمام وفي المطبخ، دي الحنفية اللي أنا أقصدها. ليه سميت اسم الحنفية؟ محمد علي بنى قلعة محمد علي وعمل فيها مسجد، وقال أنا عايز أعمل حاجة تيسر على الناس، بدل كان زمان بيتوضوا يعني يبقى طبق من نحاس أو صاج، وكوز بيبقى من نحاس أو صاج، يعني واحد بيتوضى والتاني بيصب عليه المية عشان يعرف يتوضى. قال لأ، أنا هعمل في الحيطة دي مواسير صغيرة ووصلها بنهر النيل أو بالآبار، بحيث تبقى المية نازلة وكل واحد يتوضى وتبقى تسهلت. فالمذاهب قالوا لا، دي بدعة وده حرام وازاي وكده، إلا مذهب واحد، المذهب الحنفي، هو اللي أجازها وقال يسروا ولا تعسروا على الناس، والناس فرحوا وبقت سهلة، ومع الوقت اتسمت باسم الحنفية على اسم المذهب الحنيفي. ادي يا حبايبي، انا حبايبي عايزاكم تيسروا ولا تعسروا يا حبايبي، والأيام صعبة على الناس، يسروها عليهم يتيسر عليكم يا حبايبي. نجمع بعضينا كده، واللي عليه دين نسدده، واللي عايز عملية نعملها له، واللي عايز دوا نجيبله، واللي عايز كسوة، واللي عايز أكل يا حبايبي. نجمع بعضينا على الخير يا حبايبي. الخير اما انتوا تعملوه انتوا مش هتكون اكرم من ربنا، هيخش عليكم اضعاف اضعافها، وربنا ييسر لنا كلنا ارزقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.